الصيف يعني وصفات منعشة، يعني ما نقفش في المطبخ كتير. لو لسه محتارة تعملي ايه بالمانجا اللي عندك في حر الصيف ده، جبتلك النهاردة احلى تحلية سريعة ومنعشة وكمان اقتصادية جدا، بمانجية واحدة بس وبدون فرن ولا كريمة ولا اي مكونات معقدة. تعالوا نعمل تحلية باردة 3 طبقات ناعمة ولذيذة وحدبوا فيها من اول معلقة. لايك وشير للفيديو، يلا بينا نشوف قنبلة المانجا دي عملناها ازاي. اول حاجه انا عندي حبه مانجا واحده. المانجا دي كانت وزنها قد ايه؟ وزنها حوالي نص كيلو، يعني نص كيلو من المانجا. ابتديت ان انا اقشرها بالسكينه زي ما انتوا شايفين. ما حبيتش ان انا اقشرها بالقشاره بتاعه البطاطس والخضار علشان ما تاخدش من لحم المانجا كتير. طبعا تقدروا تزودوا في كمية المانجا، عايزين تزودوا وتكتروا في الكوباية او في الكاس زي ما انتوا حابين، بس المانجاية دي نص كيلو كانت كافية جدا وحلوة وكمية كانت ممتازة. ابتديت ان انا اقطع المانجا بشكل طولي كده علشان اقطعها مكعبات صغيرة شوية. بالنسبة للمانجا اللي انا استعملتها دي كانت مانجا نعومي او ياسمينة، انتوا بتسموها ايه؟ اكتبوا لي في الكومنتات. قطعت المانجا اغطيها كويس وحطها في التلاجة، وبعد كده نبتدي في الحلو بتاع النهارده. اول حاجة هعملها طبقة البسكوت. عندي هنا 2 باكت من البسكوت بوزن 150 جرام، يعني الباكت الواحد كان عامل حوالي 70 جرام. محتاجة بسكوت سادة بالفانيليا. ابتديت ان انا اكسره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حطيته في كيس تلاجة عادي، وبأي مدقة او ايد هون اكسره كده يكون خشن شوية. انا محتاجاه يكون خشن حبة، ما يكونش ناعم. عندي هنا الأكواب اللي هعمل فيها تحلية النهاردة، أو الكاسات أو أي حاجة هتمشي معانا إن شاء الله. حطيت كمية من البسكوت في كل كاس، وابتديت إن أنا أهز الكاس كده عشان أوزع البسكوت، وبإيد الهون ابتديت إن أنا أساوي البسكوت، يبقى طبقة البسكوت كلها متساوية. هسيب الكاسات على جنب ويلا بينا نشتغل في تاني طبقة. تاني طبقة هيكون عندي 2.5 كوباية من اللبن أو الحليب، 2.5 كوباية. وبعد كده هيكون عندي باكيت واحد من الكريم كراميل. انا هستعمل بس البودرة بتاعة الكريم كراميل، مش هستعمل الكراميل نفسه، انا مش محتاجاه خالص في الوصفة دي. هنزل بباكيت واحد من الكريم كراميل. بعد كده هضيف معلقتين كبار من النشا وكمان معلقة كبيرة من السكر. الباكيت الكريم كراميل ده نضيف عليه حوالي 2 كوباية من اللبن. بما اني مزودة كمية اللبن فانا ضفت معلقتين نشا عشان تربط لي المهلبية دي اسرع، او تربط لي الكريم كراميل اسرع. ونوازن كده كمية السوائل، لان لو ما حطيتش النشا المهلبيه بتاعتك او الكريم كراميل بتاعك هيطلع خفيف. ابدا اقلب كويس جدا الاول على البارد، وبعد ما اتاكد من ذوبان الكريم كراميل والنشا حلوه قوي هرفع الكسرولة دي على النار، على نار متوسطه. هبتدي ان انا اقلب ايدك فيها، لان دي بتتلسع من اقل حاجه. لو النار عاليه او سبتيها هتكلكع وتتلسع معاكي. فتقلبي على نار متوسطه لحد ما تتقل في القوام زي ما انت شايفه كده. وبعد كده بننزل بمكعب من الزبده، وفي الاخر خالص نقطتين من الفانيليا. وطبعا الزبده اختياري. طب لو انتي مش عايزه تستعملي كريم كراميل تقدري تستعملي كاستر بنفس المقادير، تقدري تستعملي نشا تبدلي كريم كراميل بالنشا، وساعتها هتضيفي 3 معالق كبار من النشا وتبقى مهلبيه عاديه خالص. لكن هتزودي طبعا سكر حسب الرغبه. حطيت الكريم كراميل في دوره علشان اصب كده بطريقه سهله عشان الكوبايات بتاعتي ما تتبهدلش. ابتديت ان انا اصب الكريم كراميل وهو سخن فوق البسكوت، مليته لحد نص الكوبايه كده بالظبط، مش اكتر من كده، علشان ادي فرصه للطبقه الثالثه تبقى كميتها كويسه. واتبقى معايا كريم كراميل تاني. جبت بولتين وحطيت فيهم بسكوت، كسرته كده بايديا خشن عادي، مفيش اي مشكله خالص. هو كده كده طبقه البسكوت دي مع حراره الكريم كراميل يعني هتبدا ان هي تطرى معاكي وتبقى حلوه قوي. فمش هيفرق معانا البسكوت يكون مطحون ناعم ولا خشن. هندخل الكوبايات دي التلاجة ويلا بينا نشتغل في الطبقة التالتة. في بولة هنزل في البولة بنص كوباية مية سخنة، واخداها من على البوتاجاز كده او من الكتل تكون مغلية كويس. هضيف على المية باكت من جيلي المانجا، هستعمل الباكت كله. هبدأ ان انا ادوب الجيلي في المية السخنة حلو جدا، واتأكد ان الجيلي داب تماما في المية المغلية. وبعد ما اتأكدت ان الجيلي داب تماما هنزل بنص كوباية مية باردة. كده انا بسرع من عملية تبريد الجيلي. هسيب الجيلي ده على جنب يبرد تماما قبل ما اشتغل فيه. هاخده كده على جنب وهنشوف الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه. المانجا اللي احنا قطعناها في الاول هقسمها على 2، نص هسيبه زي ما هو مكعبات، النص التاني هعمله كده زي بيوريه مانجا.
هاخده كده في الهاند بلندر او في الخلاط، وهضيف على المانجا معلقه كبيره من السكر ومعلقتين من الميه، وابدا ان انا اضرب المانجا دي اخليها بيوريه ما يكونش فيها اي قطع من المانجا، علشان اضمن ان البيوريه بتاعي ناعم جدا وما فيهوش اي كتل او اي خيوط من المانجا، مع ان نعومي او الياسمينه ما فيهاش اي خيوط. بس انا برضو عديت بيوريه المانجا ده على مصفى علشان اتاكد بس ان هي البيوريه ناعم خالص. الجيلي بتاعي برد خالص، انا محتاجاه بدرجه حراره الغرفه، ما تحطوش في التلاجة لانه هيمسك من اقل بروده. اركنيه كده على الرخامه في حته كده مع نفسه هتلاقيه برد خالص. هنزل ببيوريه المانجا على الجيلي اللي اتبرد تماما، هقلب كويس جدا جدا، وبقى كده عندي طبقة جيلي مانجا مركزة وطعمها خطير. الطبقة دي كده لوحدها مع البسكوت خطيرة خطيرة خطيرة، بس طبعا مع طبقة الكريم كراميل قنبلة. بعد ما اتأكدت ان طبقة الكريم كراميل اتمسكت تماما في التلاجة، بنسيبها حوالي ساعة كده ولا حاجة، بتلاقيها مسكت حلو جدا. بنزل عليها بطبقة جيلي المانجا الخطير. ندخل كاساتنا التلاجة او كوباياتنا التلاجة مدة ما تقلش عن ساعتين لحد ما الجيلي ده يتماسك تماما، وبعد كده نعمل فينيش بقى للكوبايات بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين الكمية دي ممتازة علشان نعمل 8 اكواب من التحلية دي، يعني كمية حلوة جدا جدا لو جايلك ضيوف. بعد حوالي ساعتين لقيت الجيلي مسك حلو جدا. بصوا لمعة الجيلي ببيوريه المانجا الطبيعي تحفة. نعمل فينش الكاسات بتاعتنا. بس المانجايه اللي سبناها على جنب مكعبات هبدأ ان انا افنش بيها الكاسات من فوق، يعني حطيت بسيط جدا علشان طبقة جيلي المانجا اللي بتلمع الخطيرة تبان. لو كنت غطيت السطح كله كده ما كانش هيبان ابدا جمال طبقة جيلي المانجا التحفة ديت. حطيت كده قطع من مانجا وبعد كده زينت بفستق مجروش عشان اكسر اللون بس مش اكتر، علشان التصوير لولا التصوير ما احطش تاتش الفستق ده خالص، بس علشان تكسري الالوان شويه والكاس كده يبان. تعالوا بقى اوصف لكم جمال تحليه النهارده. اول حاجه بتلفت النظر هي ريحه المانجا المنعشه، طبقه بسكوت فوقيها طبقه كريم كراميل فوقيها طبقه جيلي ببيوريه مانجا طبيعي في منتهى الجمال، ومن فوق مكعبات من المانجا طريه عامله زي الزبده. انتوا بتسحبوا كده بالمعلقه طبقه من البسكوت، بعدها طبقه من الكريم كراميل، بعدها طبقه من الجيلي المنعشه، يعتبر جيلي طبيعي، استعملنا بس جيلي عشان نركز الطعم، وكمان اللي ما عندهوش جيلاتين للسهولة مش اكتر. تحلية باردة سريعة بحباية مانجا واحدة بس، نص كيلو من المانجا هتعملي التحلية القنبلة ديت. تقدري تكتري في الكمية تزودي في الكمية. الكمية دي عملت لي 8 اكواب من التحلية. تحلية سهلة وسريعة، اتمنى تجربوها زي ما عجبتكم تحلية الكراميل والشوكولاتة ونالت استحسان ناس ياما قوي الحمد لله. اتمنى الوصفة دي كمان تعجبكم. اتمنى يكون وصفة النهاردة عجبتكم. لو عجبكم فيديو النهاردة لايك وشير وسبسكرايب للقناة. لو اول مرة بتشوفوني اشوفكم على خير ومع السلامة.